المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: تشجير في مصوع بمناسبة ذكرى فنقل. تدعيم الرعاية الاجتماعية. مصرع 4 أشخاص في حادث مروري على طريق منطقة عرزة. مسلحون يقتلون العشرات في شرق الكونغو الديمقراطية. مقتل جنود أتراك وسوريين في تبادل للغصب بإدلب. وسفينة حربية يابانية تبحر إلى خليج عمان لحراسة ناقلات النفط. أهلا بكم مشاهدينا. تجري أنشطة تشجير في مدينة مصوع بمناسبة الذكرى 30 لعملية فنقل. وأوضح مسؤول التشجير السيد سلمون ريان أن التشجير الجاري بتعاون جميع المؤسسات يشمل تبديل التربة المالحة بتربة خصبة والتسميد وغرس شتور الأشجار الكبيرة والأزهار. وأشار إلى صيانة أنابيب المياه التالفة ونصب طوالوت التذكاري. وقال إن الأشجار والأزهار لها دور في الجمال والحفاظ على التوازن البيئي، داعيا المواطنين للتشجير ومتابعة نموها، وخاصة في مدينة مصوع التي تمتاز وتعرف بمناخها الحار. هذا وسيجري احتفال عملية فنقل من 7 وحتى 9 من فبراير تحت شعار فنقل للتنمية. قالت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآ في الاجتماع الذي عقد في مدينة بارونتو في 29 من يناير المنصرم أنه يتوجب التنسيق والتكافل في أنشطة تمكين المحتاجين في إقليم القاشبركة من الاعتماد على أنفسهم وانتشالهم من الاتكالية. وأشارت إلى العمل الجاري في كافة أنحاء البلاد لضمان تحقيق الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي المتكامل، داعية للتنسيق لضمان فعالية برامج الدعم المقدم للمحتاجين من مختلف الجهات. وقدم في الاجتماع تقرير عن أنشطة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتقوية العمالة وتنفيذ قانون العمل في إقليم القاشبركة. وأفاد التقرير لتقديم مبلغ حوالي 34 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء، إضافة إلى مبلغ 2 مليون نقفة مرسلة من الإريتريين في المهجر لإعالة أسر الشهداء. كما قدمت المساعدات العينية إلى المحتاجين والمتمثلة في الأدوات الدراسية للطلاب والتأهيل ومساعدي المعاقين والمسنين في جميع مناطق البلاد في جميع مناطق الإقليم. وأوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبركة السيد أيوب كداني أن برنامج عام 2020 سيشمل إلى جانب العمل المنتظم لضمان الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ضمان حقوق الطفل ومحاربة العادات الضارة وزواج القاصرات. وفي ختام الاجتماع أكد حاكم إقليم القاشبركة السيد أبرهة غارزا على عمل إدارة الإقليم لاعتماد المواطنين المحتاجين على أنفسهم وتمكينهم بالدعم المدروس في الزراعة وغيرها. تلقى 25 من وكلاء الصحة في القرى بينهم 6 امرأة في جميع ضواحي مديرية أراتا بإقليم البحر الأحمر جنوب البحر الأحمر تلقوا دورة تأهيلية في علاج الأطفال. وهدفت الدورة التأهيلية التي استمرت ل5 أيام في طيو لرفع قدرات المهنيين الصحيين في القرى والمساهمة في رعاية الأطفال في القرى البعيدة عن المؤسسات الصحية. وأكد مسؤول صحة الأسرة والمجتمع الشاب محمد أنور أهمية الدورة التأهيلية لضمان الخدمات الصحية المجتمعية. وأشار المشاركون في الدورة إلى أهميتها الكبيرة في مناطق عملهم، منادين بتقديم الأدوات الأساسية لفعالية العمل. أعلن قسم الثروة البحرية في إقليم القاشبركة في الاجتماع الذي عقده يوم 29 من يناير الجاري
في مدينة بارونتو أكد العمل الجاري لاستفادة المواطنين القاطنين في ضواحي السدود من أسماك المياه العذبة. وأوضح المدير العام لقسم الأراضي والزراعة في الإقليم السيد أبو بكر عثمان في الاجتماع أن مكتب الثروة البحرية يهدف لتشجيع المواطنين للاستفادة من الأسماك المنتجة في السدود الكبيرة والصغيرة في الغذاء، مؤكدا التعاون الجاري من وزارة الثروة البحرية وإدارة الإقليم لتقوية جمعيات صيد الأسماك التعاونية القائمة. وأوضح مدير مكتب الثروة البحرية السيد مكنن قرماي أن المكتب قام بزراعة الأسماك في 9 سدود وإقامة الجمعيات التعاونية للصيد التي تقوم بأنشطة فاعلة. وأشار إلى النمو الجيد للأسماك المزروعة في سدي فانكو راوي وفانكو تسمو وبدء السكان الاستفادة منها، ولتدعيم ذلك تنفذ برامج التدريب وتقديم أدوات الصيد والقروض. لقي 4 أشخاص من مصرعهم وأصيب 7 آخرون بجروح بالغة في حادث مرور وقع على طريق من دفر عرزة يوم 29 من يناير الماضي، من بينهم زوجين. ووقع الحادث عن طريق سقوط سيارة لاند كروزر تقل 12 شخص من هاوية وهي في طريقها من مندفرها إلى عرزة. وأشار محقق شرطة الإقليم في الإقليم الجنوبي السيد باولوس كداني أن سبب الحادث لم يعرف بعد للسيارة التي كانت ذاهبة لحضور مراسم الدفن والعزاء. ونقل الجرحى للعلاج في مستشفيي مندفر وأسمرة، بينما أكمل أحد الركاب العلاج من الجرح الطفيف وخرج من المستشفى. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت الحكومة الكونغولية أن أشخاصا يشتبهوا بأنهم إسلاميون متشددون قتلوا ما لا يقل عن 62 مدنيا في سلسلة هجمات الأسبوع الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشن الجيش حملة على المتمردين. ويأتي تصاعد العنف بعد فترة هدوء نسبي في مطلع يناير، مما يقوض ادعاءات الحكومة بإحراز تقدم أمني ضد جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية المتشددة التي تنشط في إقليم بيني. وقالت منظمة سيبادهو الحقوقية أن القوات الديمقراطية المتحالفة قتلت 74 مدنيا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال كثيرون، بأسلحة بيضاء وبنادق في هجمات انتشرت في نحو 10 قرى في أقل من 48 ساعة. وقال الجيش مرارا أنه حقق تقدما كاسحا على الجماعة وقتل العديد من كبار قادتها، وسيطر على الكثير من معسكراتها في منطقة قابات كثيفة قرب الحدود الأوغندية. أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن 4 جنود أتراك قتلوا وجرح 9 آخرون في قصف مدفعي كثيف لقوات النظام السوري في منطقة إدلب شمالي غربي سوريا، موضحة أن الجيش التركي رد ودمر عددا من الأهداف. ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه إحدى وسائل الإعلام التركية أن الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى المنطقة لدعم القوات المتمركزة في هذه النقاط. وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الجنود تعرضوا للقصف على الرغم من تنسيق سابق بشأن مواقع وجودهم في المنطقة. وقالت إن تركيا تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، وأن الإجراءات اللازمة ستتخذ. وتقيم تركيا 12 نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا لمنع هجوم من النظام السوري. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق مقتل 6 جنود سوريين في قصف تركي ردا على القصف السوري. من جهته ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل الرد على الهجمات على قواتها في منطقة إدلب.
أبحرت مدمرة يابانية إلى خليج عمان وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط، وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبا من النفط. وحضر المراسم 500 فرد من أقارب البحارة وممثلون عن الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وقالت حكومة أبي أنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر، وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوى العسكرية لتسوية نزاعات دولية. ولن تنضم السفينة التي سترافقها طائرتان للدوريات البحرية إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة أو أو إلى أي تحالفات بحرية أخرى بالمنطقة. وأثرت اليابان العمل بشكل مستقل وسط نزاعات المنطقة، وترتبط حكومة طوكيو بعلاقات ودية مع إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط. وسافر أبي إلى المنطقة في يناير لإطلاع السعودية والإمارات وعمان على المهمة بعدما أجرى مباحثات مع الزعماء الإيرانيين. قال الاتحاد الأوروبي أن مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل خوسيب بوريل سيزور إيران هذا الأسبوع للقاء زعمائها في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط. وسيلتقي بوريل خلال الزيارة بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. وقال البيان أن لدى بوريل تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في حوار دبلوماسي مع شركاء في المنطقة لتخفيف حدة التوتر والسعي لفرض إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة. وتصاعد التوتر بشكل حاد في المنطقة بعد قتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في أوائل يناير الماضي في العراق. ويقوم التكتل بدور ضامن للاتفاق النووي، ولدى بوريل دور رسمي في آلية فض النزاعات في الاتفاق التي فعلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي، بعد أن قالت إيران أنها لن تلتزم ببعض القيود المفروضة على المواد النووية بموجبه. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.